أهلاً بيكم في كاوتش جفلستر مع كليو، البودكاست اللي مش بيدي وعود إنه عنده كل الإجابات، بس يمكن يفتح لكم الباب لأسئلة صح. النهاردة هنتكلم عن سؤال كتير مننا بيفكر فيه في سره: إيه اللي يحصل لو أنتي ما عدتيش نفس البنت وعلاقتك ما استحملتش ده؟ أنا عندي 40 سنة، وأيوة الأربعينات بقوا العشرينات الجديدة، بس الفرق إني دلوقتي معايا فلوس أكتر، رؤية أوضح، وثقة في نفسي أكبر. عندي بنت وهي أعظم فخر في حياتي. 12 سنة من عمري كرستهم تقريباً كلهم ليها. طاقة، حب، مجهود، بنيت أساس آمن ثابت مليان ثقة، والنهاردة هي عارفة 100% إني موجودة مهما حصل. وعشان كده أنا دلوقتي في لحظة حاسة إني عايزة أبدأ أعيش من جديد، مش لأني بطلت أكون لكن عشان كمان من حقي أكون ست، إنسانة، مغامرة. ولو كلامي لمسك اعملي سبسكرايب للبودكاست عشان ما يفوتكيش ولا حلقة، وكمان لايك أو تعليق صغير يوريني إني مش بكلم نفسي في الضلمة. التطور الشخصي ساعات بيتقال كأنه كلمة كبيرة، بس في الحقيقة هو رحلة هادية بتغير كل حاجة، مش بس انتي، كمان الناس اللي حواليكي. لما انتي بتتغيري الديناميكا بتتغير. العلاقات عبارة عن عادات، والعادات بتحب الاستقرار. أول ما حد يبدأ يسأل أسئلة، يحط حدود، أو يجري وراء أحلام جديدة، التوازن بيتقلب. زمان كنت البنت اللي تسكت على الخناق، اللي تكمل وتتحمل، اللي تراعي الكل حتى لو أنا اللي بتكسر. كنت بقول وأنا قصدي لا، وابتسم وأنا من جوه مرهقة. دلوقتي أنا ما عدتش البنت دي، بقول كفاية لما أحس الغلط، بسأل نفسي هو أنا فعلا عايزة ده، وبسمح لنفسي مش بس أكون موجودة لكن أعيش. وفي الشهور اللي فاتت اكتشفت قد إيه وحشني الناس، قد إيه بروح من القعدة معاهم مليانة طاقة وفرح، كأن حد ولع النور تاني. إحساس يخليكي مش عايزة ترجعي البيت، تحبي اللحظة تستمر. الضحك، الكلام، الإحساس بالقرب والحرية ما يخلصوش. قريب كان عندي ليلة من الليالي دي مع صاحبتي من 25 سنة. قعدنا واتكلمنا وشربنا وضحكنا لحد ما بطني وجعتني من كتر الضحك، وخدودي وجعتني من الابتسامة. كانت ليلة خفيفة، حية، حرة، وساعتها حسيت ده بالضبط اللي كان ناقصني. الليالي اللي تسيب فيكي نور يكمل معاكي أيام. وانتي آخر مرة ضحكتي فيها لحد ما بطنك وجعك كانت إمتى؟ اكتبيها أو حتى افتكريها دلوقتي، علشان اللحظات دي علاج أكثر من 1000 كتاب. الإحساس ده جديد عليا، وفي نفس الوقت كأني لقيت جزء مني كنت مدفونة عنه سنين، وبيغير كل حاجة: نظرتي لنفسي، علاقاتي، لفهمي للحب والقرب والشراكة. ساعات ده يقوي العلاقة، ولما الاتنين يتطوروا مع بعض يكتشفوا بعض من جديد، بس ساعات بيكسرها، لأن النسخة الجديدة منك مش مريحة. النسخة القديمة كانت أوضح وأسهل. لو أنتي دلوقتي بتهزي راسك وبتقولي أنا كده، سيبيلي تعليق أو ابعتيلي على إنستغرام. إحنا كتير بس ساكتين. العلماء في العلاقات بيقولوا التطور دايماً بيحتاج تكيف، يا الاتنين يتغيروا مع بعض، يا واحد يتخلف ورا. ولو واحد بيرفض بتظهر فجوة، يا نعديها يا تبقى هاوية. جوناس شاهين قالها واضحة: اللي مش مريح علامة إنك بتنمو. عدم الراحة دليل نمو، بيطلعك من منطقة الراحة وبيخليكي ترجعي تحسي بنفسك من جديد. وأيوه أنا عشت ده، كان عندي حياة من برا مثالية، ومن جوا كانت خانقاني. كنت بكمل بس مش أنا. وقال كمان: الحلم ممكن يبقى فخ، بنحقق اللي حلمنا بيه سنين، بيت، شغل، أمان، وبعدين نكتشف أنا مش بعيش الحلم، الحلم هو اللي عايشني. وده كان إحساسي، حياة بتلمع بس النور عميني مش دفيني. ميخائيل هوبر الطبيبة النفسية شرحت ليه ده بيحصل كتير. اللي يكبر في بيت فوضى أو عنف بيتعلم يتقسم أدوار، شخصيات، عشان ينجو. وده اللي حصل معايا. كنت المؤدبة، المطيعة، القوة. اشتغلت لكن ما عشتش، والاستراتيجيات دي بنكمل بيها وإحنا كبار. نضحك بس جزء مننا صاحي على الخطر، نحب بس جزء مننا لسه خايف من الوجع، نكمل بس مش حاسين بكمالنا. ميخائيل بتقول: الهدف مش نمحي الأجزاء لكن ننسقهم، نعيش ككل. وده اللي حسيته أنا، إن حياتي الجديدة 40 هي توحيد الأصوات جوايا. ما أقعدش أطير بين المطيعة والقوية والمسايرة، أبقى أكتر وأكتر كل يوم.
ومن القرارات اللي غيرت حياتي إني قطعت علاقتي بأهلي. الكلمة نفسها صادمة، قطع، كأنها خيانة، بس الحقيقة الخيانة الحقيقية إني أخون نفسي. الدم مش دايماً معناه حب، ساعات الدم معناه نفس الجروح. القطع ما كانش لحظة، كان مسار طويل، موت بطيء لأمل كنت متمسكة بيه سنين، اعتراف. عمركم ما هتشوفوني زي ما أنا، ولو فضلت أثبت العكس أنا اللي هضيع. فسبت، مش لأنه سهل، لكن لأنه كان إنقاذ. القطع مش كره، القطع حماية، القطع اختيار نفسي. ونفس الشيء مع اسمي. ناس كتير سألتني ليه غيرتيه؟ والجواب كان بسيط، لأني ما عدتش عايشة فيه. كان قفص بيفكرني بكل الأدوار اللي لعبتها عشان أنجو، المؤدبة، المطيعة، اللي ما تعملش مشاكل. بس أنا ما عدتش البنت دي. الاسم مش مجرد صوت، الاسم هو هوية واسم جديد. كان وعد لنفسي إني أعيش باسمي مش بأسامي غيري. الاسم الجديد مش ورق، هو بيان، حريتي، اختياري. وأجمل حاجة اسمي الجديد ميران كليو. ميرا النور، المعجزة، الحياة. كليو القوة، الكرامة، الوضوح. الاتنين سوا أنا اللي عمري ما لقيته في الاسم القديم. لما بقول النهاردة ميرا كليو، أنا بأعلن أنا مش البنت اللي كنتوا تعرفوها، مش اللي بتكمل وتستحمل. أنا اللي اخترت نفسي، أنا اللي مش هستنى مراية حد تعرفني. أنا ميرا كليو، وفي الاسم ده لقيت نفسي. وفي لحظة هدوء سمعتني بقول عايزة أعيش المرة دي كأنا. وكل لأ صغيرة لغيري بقت كبيرة ليا. لكن النمو مش إحساس بس، ولا حدس، ولا حرية. هو كمان محتاج نظام، محتاج انضباط. الانضباط مش سجن، هو حرية. الانضباط يقول حتى لو مش قادرة هعمله عشان يفيدني. ولو مفيش انضباط نبقى تحت رحمة المزاج، الخوف والتعب. أول خطوة نكون صادقين مع نفسنا. إيه العادات اللي بترفعني؟ وإيه اللي مصغراني؟ هل أنا فعلاً صريحة مع نفسي ولا بزوق؟ الإرادة تتدرب زي العضلة، مش نشيل جبل من أول مرة. خطوة بخطوة، قرار واعي، روتين بسيط. ومع كل خطوة أقول أقدر. والوقوع طبيعي، والملل كمان، دي رحلة. النمو الحقيقي مش فيلم هايلات، هو العادي بتاع كل يوم. والسؤال هكمل ولا هقف؟ أهم نقطة فهمتها، الكسل غالباً مش ضعف، هو خوف. خوف أفشل، خوف أبان، خوف ما أبقاش كفاية. ولما أفهم ده الكسل ما يبقاش تهمة، يبقى إشارة. فالانضباط مش عذاب، هو اختيار واعي للطريق حتى لو صعب. والصعب دايماً معناه أنا بنمو. يمكن انتي دلوقتي في نفس النقطة، حاسة انك بقيتي شخصية مختلفة وعلاقتك على المحك. لو تعرفي حد عايش ده شاركيه الحلقة. كلمة واحدة ممكن تغير يومه. واسألي نفسك، هل علاقتي بتستحمل نموي ولا عايزاني أرجع القديمة؟ انتي ليكي الحق تتغيري، ليكي الحق تكبري. ولو الحب حقيقي مش هيصغر لما انتي تكبري. ولو الحلقة عجبتك اعملي سبسكرايب، اعملي لايك، وسيبيلي تعليق تقولي ايه لمس فيكي، عشان كاوتش جفلستر يفضل عايش مش بس بصوتي لكن كمان بصوتك. شكراً إنك كنتي معايا النهاردة على الكنبة. هنشوف بعض في الهمسة الجاية. كليو.